السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن بعض الرموز في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناه يا جماعه يا ريت يشرفني ويشترك. تمام. بعض الرموز انتوا بتشوفوها وتخافوا منها وتقولوا ان انتوا خايفين منها، وهي بتكون بشرى ليكم بالخير. زي لو حد شاف نفسه ان هو ميت او مات والناس راح تدفنه، ده انتقال من دار الباطل لدار الحق، او ان انتقال من شغلك لشغل تاني. او لو بنت عزباء شافت نفسها ان هي ميتة ورايحين يدفنوها، ده يا حبيبتي طالعة من بيت والدك لبيت زوجك، من بيت اهلك لبيت عش الزوجية، ويبقى زواج قريب جدا. طيب لو ست متزوجة وشافت نفسها ان هي ميتة وبيدفنوها، دي يا حبيبتي ببقى ممكن هتسيبي البيت ده وتروحي بيت تاني، او هتشتري بيت جديد، يعني بشرة خير عايدة عليكم بإذن الله. طيب لو واحد ميت وشاف نفسه ان هو شايلينه في النعش والناس ماشية وراه، ده علو في شأنك، ان انت شايل فوق الاعناق، يعني انت فوق الناس، يعني حاجة مكانة عالية جدا، والناس كلها تبقى متشاورة عليك ان انت بقيت حاجة كبيرة. والنعش يعني كلمة نعش يعني انت عايش في حياتك، في امور بيتك، في امور شغلك، في حياتك الدنيوية، يعني حاجة جميلة لحضرتك او لحضرتك. تمام. يعني رؤية جميلة جدا، علو في شأن مكانتك في شغلك في بيتك، هتبقى حاجة مكانة عالية. طيب اللي بيشوف نفسه يا جماعة ان حد ميت من زمان وجا عنده ومات تاني ورايحين يدفنوه، يعني ميت والدك ميت والدتك وجات عندك تاني ورايحين تدفنوه، وشفتها ان هي ماتت تاني ورايحين تدفنوها، ده بيبقى حد من نفس البيت هيتجوز قريب جدا وهيمشي، يعني خطوبة قريبة او خطوبة واحدة مخطوبة وهتتجوز وهتمشي، جايلك بالبشرة الخير ان زواجها ده قرب، او ان البنت دي هتتجوز او هتتخطب قريب وهتتجوز بسرعة، تبقى بشرة خير يا جماعة. تمام. طيب اللي بيشوف نفسه يا جماعة ان هو قاعد او مسجون، يعني في حتة يحس ان هو داخل السجن او مسجون، ده ربنا يعني اعرف ان ربنا بيبعت لك بشرة ان انت كنت هتعمل حاجة غلط وربنا يعصمك من الخطأ ده. فالحبس ده لان سيدنا يوسف عليه السلام لما دخلوه السجن فقال لك ان السجن احب عليا من الدنيا اللي بره، فربنا بيحفظك من حاجة مكروه كان هيحصل لك. تمام. فرؤية السجن يا جماعة رؤية مبشرة برضك بالخير مش بالشر، ده رمز برضك، رمز الخير برضك. طيب لو حد شاف نفسه ان ميت جاي بيسلم عليه او عايز ياكل منه، او يعني بيطلب منه اكل وخايف، لا ده مش فيها خوف، بيسلم عليك، ده اكيد ضيف جاي لك جديد او حاجه رزق داخل عليك، عايز ياكل، بيبقى محتاج منك صدقه، تطلع صدقه وخير داخل عليك. طيب لو هو بيديك حاجه في ايديك، فلوس، هديه، اعرف على طول ان في خير وسعد وهنا جاي لك. لو ميت داخل عليك بهديه او بيديك حاجه، خير داخل عليك وسعد وهنا داخل عليك. تمام يا جماعة، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، وكل جديد أنا هنزله لكم بإذن الله.